تخيل تبقى واقف في خطوبتك اللي وافقت عليها غصب بعد ما حبيبتك ماتت، بس فجأة تلاقي حبيبتك الميتة داخلة عليك خطوبتك وهي متجوزة من أخوك الكبير. أهو دي بقى قصة بطل مسلسلنا النهاردة. فلو عايزين تعرفوا ده حصل ازاي وايه اللي هيحصل تاني مع بطلنا، كملوا الفيديو للآخر ومتنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بيبدأ مسلسلنا سنة 1950 في الصين مع خبر بيقول إن بطلنا تشينج ابن أكبر عيلة غنية في البلد كلها وهي عيلة رونج، خرج أخيرا من السجن وهيتجوز بسرعة جدا من شيان بنت عيلة هوي، أكبر عيلة بتتاجر في الأسلحة. وجوازهم كله عبارة عن جواز مصلحة بالاتفاق بين العيلتين. عيلة هوي ساعتها بيبقوا عاملين حفلة افتتاح لأول سينما في الصين، وقتها بنتعرف على أفراد عيلة هوي، وأولهم بتكون شيان البنت اللي مخطوب لها بطلنا. وكمان بنشوف ابن عمها لي اللي بيكون زعيم العيلة وفي ايده كل القرارات. وأخيرا مامة شيان اللي بيبان عليها إنها ست غلبانة ملهاش في أي حاجة، تقول لها يمين تروح يمين، تقول لها شمال تروح شمال. بعدها بقى بنتعرف على عيلة رونج. الابن الأكبر لعيلة رونج بيبقى اسمه سانج، وسانج بيبقى زعيم عيلته من بعد موت باباه، وبيبقى شخص عاقل جدا ومسؤول كمان. ومامته بتبقى ست قوية وجامدة كده في نفسها. وأخيرا بقى مع أهم واحد فيهم كلهم، وهو بطلنا تشانج اللي بينزل من عربيته وهو لابس لبس طيار وداخل المكان على سنجة 10 ولا أكنه لسه خارج من السجن. تشانج لما بيشوف عيلته بنعرف إن مامته مش طايقاه، لأنه على حسب كلامها والد تشانج مات بسببه، لكن سانج أخوه بيحبه جدا وعلى طول بيدافع عنه وواقف في ظهره. وعشان كده مامة تشانج مش بتبقى فرحانة لما بتشوفه، وده بيبان جدا في كلامها وعلى وشها. بس تشانج بيكون متعود على طريقتها القاسية معاه، فمش بياخد على خاطره منها. تشانج بعدها بيروح يقابل خطيبته شيان اللي بيبقوا هما الاتنين مش طايقين بعض هما كمان، وناقص يضربوا بعض بالجزمة لأنهم طبعا بيكونوا مغصوبين على الجوازة. وده برضو لأن شيان بتكون شايفة إن تشانج هو السبب في موت باباها، وبسبب ده دخل السجن. يعني تقريبا كده يا جماعة أي حد أبوه ميت في المسلسل بطلنا هو السبب، ما تفهموش ليه. المهم إن العيلتين بعدها بيدخلوا يحضروا عرض أول فيلم في السينما، ومحدش فيهم بيكون طايق التاني، بس مضطرين يستحملوا بعض ويعدوا الدنيا عشان المصالح اللي بينهم. الصدمة بقى إن الفيلم اللي بيتعرض بيبقى فيديو مش تمام لشيان مع عشقها، فالسينما كلها بتتقلب وبتبقى فضيحة بجلاجل للعيلتين. عيلة هوي بتسجل خروج عاجل من السينما، أما تشانج فبيأمر المساعد بتاعه يشوف مين اللي زعل الفيديو ده. ساعتها المساعد بتاعه بيقول له إن لقى وردة جنب شاشة العرض. الغريب إن نوع الورد ده ما كانش حد بيعرف يزرعه غير رين. رين دي تبقى حبيبة تشانج اللي خسرها من سنين، والمفروض إنها ماتت وهي بتنقذ تشانج بعد ما وقفت قدام رصاصة كانت هتنهي حياته. تشانج لما بيشوف الوردة بيجيله أمل إن حبيبته رين تكون لسه عايشة، فبيطلع بره السينما يدور عليها زي المجنون بس مش بيلاقيها، فبيروح على بيته. وهناك عيلته بيقعدوا يتشاوروا مع بعض هيعملوا بعد اللي حصل. ما هو برضه عروسة ابنهم ليها فيديوهات البلد كلها شافتها يعني. بس المشكلة إنه ليه ابن عم شيان بكل بجاحة بيروح يتخانق معاهم بسبب اللي حصل، لأنه فاكرهم هما اللي عملوا الفضيحة دي، وبيهددهم إنه هيوقف شغله معاهم وكل الصفقات اللي بينهم هتتلغي. فتشانج بيقول له براحتك، انت الخسران، ان كان على الشغل هشوف غيرك اشتري منه سلاح بدل سلاحك البويز اللي خسر جيشنا في معارك كتير، ولو قدمت ادله بده للمسؤولين انت عارف هيحصل فيك ايه. اما بالنسبه لبنت عمك المفضوحه فانا سترت عليها ولميت الفيديوهات والشرايط اللي متصورها لها، ولسه عندي كلامي بخصوص الخطوبه. فتحب ايه بقى، تصحى على خبر اسلحتك البايظه في الجرايد ولا شرايط بنت عمك المحروسه؟ طبعا هنا ليه بيحط جزمه في بقه وبيوافق على كل كلام تشانج. وتاني يوم على طول بتتعمل خطوبة تشانج وشيان. بس الصدمة كلها لما تشانج بيشوف لأول مرة خطيبة أخوه الكبير سانج اللي ما شافهاش قبل كده لأنه كان في السجن، وبيكتشف إنها تبقى رين حبيبته اللي ماتت من سنين وهي بتنقذه من الموت. تشانج مش بيبقى مصدق نفسه من كتر الصدمة، دماغه بتفضل تودي وتجيب، بيفتكر ذكرياته مع رين اللي كانت أحلى أيام في عمره وإزاي هي أنقذت حياته، وافتكر بعدها إنها ماتت بسببه. ساعتها بقى بنرجع بالزمن 3 سنين وبنشوف تشانج وهو بيأجر بيت لوحده في وسط المدينة بعد ما خلص دراسة الطب بره البلد. وقتها تشانج ما كانش حابب يتواصل مع عيلته لأن علاقته بمامته من وهو صغير كانت وحشة جدا. تشانج وهو طفل اتبدل مع طفل تاني وقضى فترة من طفولته بعيد عن عيلته الحقيقية، ولما رجع مامته ما قدرتش تتقبله أبدا، كانت دايما تزعق فيه وشايفة ده مفاجأة على عيلة رونج. تشانج بعد ما رجع من بره كان نفسه بس يعيش حياة هادية من غير مشاكل، والقدر بعدها جمعه برين اللي كانت بتبعت رسائل على بيته لأنها فاكرة إن أختها الكبيرة ماي قاعدة في البيت بتاع تشانج. فتشانج رد على رين برسالة يعرفها فيها إنه مستأجر جديد للبيت ومش هو الشخص اللي بتدور عليه. فرين ردت عليه برسالة تانية تعتذر فيها، والرسالة جابت رسالة لحد ما لقوا نفسهم كل يوم بيكتبوا لبعض رسائل وبيتكلموا عن كل حاجة في حياتهم. هو يحكي لها عن شغله كدكتور وعن طفولته المأساوية، وهي تحكي له عن حبها للرسم وعن أختها ماي اللي بتدور عليها.
تشانج بيبقى اتعود خلاص على الكلام مع رين لدرجة إنه بيبدأ يعجب بيها حتى من قبل ما يشوفها، وبيكلم أخوه سانج مخصوص لأول مرة عشان يحكيله عنها. ساعتها سانج بيقوله إن هو كمان بيتراسل مع بنت، بس فجأة ومن غير مقدمات رين بتوقف كلام مع تشانج وبتقعد شهر متردش على رسايله، وهو بيفضل يبعت لها يسألها ليه بطلت ترد عليه. ولحد هنا بنقف وبنرجع للحاضر، لتشانج اللي بيسيب خطوبته وبيروح يقعد في أوضة الصالون من كتر ما هو مش طايق يشوف حبيبته رين واقفة جنب أخوه. فسانج بيلحقه عشان يتكلم معاه وبيقوله لو غيرت رأيك ومش عايز تتجوز شيان تقدر ترجع إنجلترا تكمل دراسة الطب. بس تشانج بيقوله لأ شكرا، أنا مش محتاجك تفكر في مستقبلي، المهم تاخد بالك أنت من مستقبلك، خطيبتك رين دي شكلها مش سهل أبدا. فسانج بيستغرب كلامه قوي وبيقوله دي أول مرة تشوفها ليه بتقول عنها كده. فتشانج بيقوله أنا بس عايز أطمن عليك، وبالمناسبة هو أنت عرفت رين إزاي؟ فسانج بيقوله رين تبقى بنت تاجر غني قوي، اتعرفت على أبوها وهو شافني عريس كويس، وأنا كمان شفت رين عروسة مناسبة لعيلتنا يعني، ده غير إنها بنت جميلة وذكية، واكتشفت إننا كنا بنبعت لبعض رسايل من قبل حتى ما نعرف بعض. هنا بقى تشانج بيتغاظ قوي لأنه بيفتكر إن رين كانت معلقاهم هما الاتنين في نفس الوقت. رين بعدها بتقاطعهم وبتتعرف على تشانج أكنها متعرفوش، وبتوريله تسجيلات شيان بتاعة السينما على أساس تطمنه إنها عايزة تمنع أي فضايح تضايقه يعني. بس تشانج لما بيفتكر الوردة اللي لقاها بيربط كل حاجة ببعض، وبيتأكد إن هي اللي عرضت الشريط في السينما، فبيفهم إنها شخص خطير ومش ملاك زي ما كان فاكر، وواضح كده إنه في دماغها خطة ضده وضد عيلته. بس إيه هي الخطة وليه هي بتعمل كده ما يعرفش. ساعتها بنرجع بالزمن قبل 3 سنين نكمل قصة رين وتشانج زمان، وبنعرف إن رين بطلت ترد على رسائل تشانج بعد ما جالها خبر إن أختها مي موجودة في بيت عيلة هوي. فرين سافرت لمدينة عيلة هوي وبدأت تراقب البيت من بعيد من فوق شجرة، وبالصدفة تشانج كان بيكشف على حد هناك فبيشوفها وبيحذرها إنها لو وقعت من الشجرة هتتكسر. فرين بتقوله على فكرة أنت دكتور شاطر قوي، مع إنه طبيعي يعني لو وقعت من فوق شجرة هتتكسر، مش محتاجة ذكاء ولا طب خالص. بس المهم يعني إن تشانج هنا بيستغرب هي إزاي عرفت إن هو دكتور، فبيشك إنها ممكن تكون رين البنت اللي كانوا بيبعتوا لبعض رسايل. في اللحظة دي رين بتقعد تتكسر فعلا، فتشانج بيروح يساعدها وبيسألها بعدها إذا كان هي فعلا البنت اللي كان بيكلمها. فرين بتقوله لو عالجتني هقولك. هنا تشانج بيفهم إنه هي نفس البنت اللي بيدور عليها، فبيبقى مش مصدق نفسه من الفرحة. من غير حاجة هو حبها من قبل ما شافها، ودلوقتي بعد ما شافها بقى واقع في شوشته ومش قادر يشيل عينه من عليها. تشانج ورين بيروحوا يقعدوا سوا، وساعتها رين بتعرف تشانج إنها كانت مشغولة في حاجة مهمة جدا فمعرفتش ترد على رسايله، بس مش بترضى تقوله إيه هي الحاجة دي، وهو بيحترم ده ومش بيسألها، بس بيطلب منها يقابلها مرة تانية، والتانية بتبقى تالتة ورابعة وعشرة، ولمدة شهرين بيفضلوا يخرجوا مع بعض كل يوم لحد ما الشهرين بيخلصوا. ساعتها رين وتشانج بيقفوا تحت سقوط التلج، ورين بتعرفه إن أول ما الشتا يخلص هي هتمشي وهتسافر غصب عنها. تشانج هنا بيبقى نفسه يقول لها خليكي معايا وبلاش تمشي، بس حاجة جواه بتمنعه، فبيقول لها ده قرارك وانتي حرة فيه. وقتها بيقفوا هما الاتنين باصين لبعض وعيونهم مليانة دموع، بس محدش فيهم بيقول ولا كلمة للتاني. وبالليل رين بتعرف إن الكهرباء قطعت عن المدينة وتشينج عنده عملية مهمة قوي، فبتروح تجمع له الناس وبتخليهم يمسكوا شموع عشان يساعدوه. وتشينج أول ما بيخلص العملية بيخرج يدور عليها في كل مكان، وأول ما بيلاقيها بيقول لها أنا عارف إنه في حياتك فيها مشاكل مش حابة تتكلمي عنها، بس أنا عايز منك فرصة واحدة بس عشان أثبتلك إن أنا بحبك ومش هعرف أعيش من غيرك لو سبتيني. رين بتعيط بسبب كلامه وتشانج بيجري عليها يحضنها. لحد هنا بنقف وبنرجع للحاضر، لرين اللي بتكون دخلت الحمام تغسل وشها لأنها متضايقة من الطريقة اللي صدمت بيها تشانج برجوعها. ساعتها بتتفاجئ بتشانج اللي بيجي من وراها وبيمسكها جامد وبيقولها إنها وحشته لدرجة إنه نفسه يمسكها يرنها حتة علقة ويديها 100 قلم على وشها على المقلب السقع اللي خده منها. فرين بتضربه بالقلم على وشه عشان يفوق لنفسه ويسيبها. فتشانج بيخرج من بيته وهو متعصب وبيقعد يفكر مع نفسه إذا كانت رين فعلا استغلته وزورت موتها عشان تخرج من حياته قصد ولا لأ. وهنا بنرجع للماضي من تاني وبنشوف تشانج وهو بيطلب من رين تحضر معاه حفلة لعيلة هوي لأن أخوه سانج بيزن عليه يحضرها وهو مش عايز يروح لوحده. رين بتروح مع تشانج الحفلة فعلا، وهناك رين بتسأله عن مينج زعيم عيلة هوي واللي بيكون والد شيان، والمفاجأة إنه بعد سؤالها مينج بيموت في أوضته، وبطلنا الفقري بيدخل أوضة مينج وهو ميت وليه بيلقطه، فبيتهموا إن هو اللي خلص على عمه، لأما البنت اللي كانت معاه هي اللي عملت كده لأنه مفيش حد غريب غيرها دخل. ليه بيدي لتشانج مهلة يومين عشان يلاقي رين ويفهم ايه اللي حصل، فتشانج بيدور عليها زي المجنون في كل حتة، ولما بيسأل عليها في الأماكن اللي كانت بتروحها وعايشة فيها الكل بيقوله ما عندناش بنت بالاسم ده. تشانج بيبقى هيتجنن
لحد ما المساعد بتاعه بيعرفه إنه لقى رين بس في محطة قطر. فتشينج بيطير على هناك، وأول ما بيشوف رين بيقول لها أنا مش فاهم أي حاجة، ليه مشيتي وهربتي؟ انتي مش وعدتينا إننا هنكمل حياتنا سوا مع بعض؟ رين هنا بتصدمه وبتقوله أنا كدبت عليك وخدعتك، أنا ما كنتش بحبك، أنا بس استغليتك عشان أوصل لعيلة هوي، وما عنديش أي مشكلة أضحي بيك عشان أحقق هدفي. تشانج مش بيبقى مصدق كلامها، بيقول لها مستحيل تكون دي حقيقة، أنا متأكد إنك بتحبيني. فرين بترفع مسدسها عليه وبتقوله عشان أثبت لك أنا أخلص عليك دلوقتي. بس ساعتها ليه بيكون وصل مع رجالته لمكانهم، فبيضرب نار على رين، ورين بتقع من عربية القطر، وتشانج بيفضل واقف مصدوم من موتها ومن حقيقتها، بيبقى مش عارف يعمل ايه. هنا بقى بنسيب التشانج بتاع الماضي وبنرجع للتشانج بتاع الحاضر، اللي بيكون واقف في بستان مليان ورد من اللي رين كانت بتحبه، وبيولع في البستان حتة حتة، وهو بيوعد نفسه إنه هينتقم من رين بأبشع طريقة ممكن تتخيلها عشان تفضل تتعذب قدامه زي ما عذبته طول السنين اللي فاتت دي. ولحد هنا بقى بيخلص الجزء الأول من قصتنا. خلوني أعرفكم بس إن المسلسل جديد ولسه حلقاته بتنزل، فلو عايزين نكمله أول ما باقي الحلقات تنزل اكتبولنا في الكومنت، وكمان شاركوني رأيكم وقولولي يا ترى رين ليه بتعمل كده، وهل فعلا هي مجرمة وخلصت على مانج ولبست التهمة لتشانج، ولا هيطلع في سر أكبر من كده بكتير ورا كل اللي بيحصل، ويا ترى بطلنا بقى هينتقم منها ازاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب. سلام.